شلونكم يابا؟ جبت لكم اليوم فيلم هندي وعليكم الحساب، يعني ما بي كذب ومتابعيني يعرفون ايش دا احكي. اسم الفيلم شهرزادة. يبدي الفيلم بواحد اسمه فالميكي، هو قاعد بالمستشفى دا ينتظر مرته تجيب. بهاللحظه يطلع له الدكتور يقول له مبروك مرتك جابت ولد، انطيني بشاره. فالميكي يقول له هو انا شكل بشاره؟ اخذ الولد الك وانت اعطيني البشاره. الدكتور يقول له عمي بطلت ايش بيك قوم تبكي. وبنفس المستشفى بالطابق الثاني ينولد طفل لعائله راجندر، وهاي العائله كلها كبيره ومعروفه بمدينه دلهي وزناقيل ومتروسين تارس فلوس. الدكتور يقول له دير بالك عليه معوده شيلي عدله يروح ينمتن. هذا الطفل العائله كلش كبيره، يعني اذا صار عليه شيء ينعلون والدينه. ولما تاخذ الممرضه تخليه امه تشوف الطفل لا حس ولا نفس، وتهز بيه وترقع بيه راجديات تقعد ابو الغيره لخاطر ربك. فتطلع بسرعه للشارع حتى تخابر الدكتوره وتحكي له السالفه. وصدفه تلقى هناك فالميكي تقول له يا معود كمل اتصالك بسرعه رد احكي ويا الدكتور، هذا الطفل من عائله راجندر واذا صار له شيء ابتلي على عمري. بعدها استوهدت تتصل وفالميكي يسد له الخط ويقول له عندي خوش حل بدلي مكان ابني. تقول له كل عقلك انت ايش تحكي؟ ويقول لها انا عشت كل حياتي بالقحط والفقر، على الاقل خلي ابني يعيش بنصهم ويتونس شويه. عائله راجندر وقفاتهم الي كلش هوايه، وهسه هم فارغ الصبر دا ينتظرون ابنهم، وتالي ما تالي يطلع ميت انا راح اخذه. فعلا يرجعون للمستشفى وياخذ ابنه ويخليه بمكانه، ولما يطلعون الطفل يقوم يبكي. الممرضه كلش تفرح تقول له الف رحمه لوالديك كان وقعتني بمشكله. فالميكي يقول له حتى لو طلع عايش ما ارجع، انا صار لي سنين اشتغل ويا عائله راجندر، هم متروسين فلوس وبرمكيه وانا بعدني فقير، ما اريد اخلي ابني يعيش بالفقر مثلي. الممرضه تقول له مستحيل اخليك تسوي هالشيء لانه انا راح اتحمل مسؤوليه هاي الجريمه. فالميكي يقول له لا جريمه ولا اسخامه بعينك، انت بس ادي حلقك ولا تقولين لحد. فترفض ويدفعها من الطابق الثاني. الاسعاف تيجي تاخذها وهو هم رجله تلوي. بهاللحظه يجي رانديب هو وابوه يقولوا له على الخير يتربى بعزك ان شاء الله، ويقول لهم حبايب قلبي تسلموا لي. رانديب يقول له خذ راحتك رايح اشوف ابني. فيطلعون من المستشفى وهم ماخذين ابن فالميكي للقصر، وهو يباوع عليهم ويقول للابن ابو البخت راح تقوم تلعب لعب بالفلوس. فياخذ ابن رانديب بالتوك توك ويولي لبيته، ورانديب يسمي ابنه راج، اما فالميكي يسوي قرعه ويسميه بانتو. اهله يعترضون ويقولوا له لا مسميه قندره ولا هالاسم، هسه رايح وجاي يصنف عليه. ولما يروح القصر رانديب يشوف ابنه الحقيقي راج ماخذ بالرياضيات 9%، ويقول له ولا يهمك حبيبي هاي صارت 97. ويرجع لبيته يلقى بانتو ماخذ 98%، ويقول له الله يطيع حظك كسولي لولي هي هاي هم درجه، انا لما كنت بقدك كنت اخذ 101%. وتمر 25 سنه ونشوف بانتو بالقصر يفتر بالحصان وكاشخ واموره عدله. ويقول للفالميكي ها هسه ارتاحت لما بدلتني مكان ابنك الحقيقي؟ بهاللحظه يقعد من الحلم مخروع ويصعد له يطمن عليه يلقاه نايم ويضحك. فالميكي يقول له لا يا الكعبه هذا عايش بنص الفقر وبعده فرحان، ويقعد يفرش اسنانه قدام مرايه كاتلها الوسخ. بهاللحظه تندق الباب ويقول له هذا واحد يطلبني فلوس، قول له ابويا ما موجود. ولما يفتح له الباب يسأله عن ابوه يقول له ابويا طلب مني اقول لك اني ما موجود بالبيت. فيدخل وياخذ الفلوس منه ويقول له انت غير فضيحه، بعد كان خليته يقتلني. وهم مره الاخ يجي يقول له ابويا خات الجو الطبله، وهم يجي وياخذ الفلوس منه. فالميكي يروح له ويعاتبه وهو يقول له شو اسوي انا صريح مو بيدي. ولما تنزل اخته من التوك توك تجي عصابه تاخذ وشحه ويخنقوها بيه، وهو يلحقها وقدر يفكها. تقول له لك انت ايش قد عار عفتهم يروحون وما سويت لهم شيء. ويقول لها ايش قالوا لك علي رامبو لو بروسلي، هسه ينزلون يصمتون ابويا. فترزله رزاله ناشفه وتولي. بهاللحظه يوصل راجل قصر اهله، وكان فاهي وكيكي وحتى حكي ما يعرف يحكي. اهله يهتمون بيه ويشيلوه بالصلوات، وحتى حليب عصفور يجيبوا له. ولما يوصل بانتو للعصابه يقول لهم رخصتكم انطوني وشاح اختي. فيقولوا له نعطيك الوشاح مقابل اختك. لك خرب عمي هاي اختك ايش قد حلوه الا تطق بالقاع. فينزل لهم دوسه ونص ويسحلهم سحل، وبوكس واحد يطشر 4. فيفتحون النافورات ويضربون الكره على الوشاح ونص ساعه تفتر، وهو يلزمهم دق بوكسات. اخر شيء صفطون الوشاح وينطوه اياه. بهاللحظه يروح لشركه المحاماه ويقدم ملفات المحاميه اسمها سماره. سماره تقول له لازم نختبرك ونشوف عندك مؤهلات وخبره للمحاماه لو لا خما هي قاطره. فالشوفه اثنين متعاركين يريدون يطلقون، وتقول له خلينا نختبرك بهذولا يلا بلش لك بس 5 دقائق. وهو يرضيهم ويقول له عمي انت بيك حيل تدفع حاضر وغايب وجيب شادر وودي شادر، قعدوا راحه وعوف الطلاق رحمه دينكم ترى الدنيا ما تسوى. فيقتنعون بكلامه ويصالحون، فيعوفوهم ويطلعون. ويقول له ها شلوني؟ سماره تقول له الخاطر الله انت محامي لو طبيب نفسي، انت كسر السوق وطفرتهم يا زمان قال لك صير محامي انت بهايشه ما اسرحك. فترزله والطرده برا. بهاللحظه نشوف راج مثل الطفل يسوق سياره داخل القصر. جده يقول له اكو واحد يتاجر بالالعاب اسمه سارانج، كان يستخدم طياراتنا بنقل هذن الالعاب.
بس بيوم من الايام لما فتشوا البضاعه طلع شغله الحقيقه هو تجاره مخدرات، فلهالسبب بطلنا نشتغل وياه. هواي دزوا علينا ناس يتوسطون حتى يرجعون يشتغلون ويانا، بس ابوك رانديب كلهم رفضهم، وهسه هم دزوا ناس وابوك راح يدزك حتى ترفضهم. ولما يقعدون سوا ابوه بالقرب ودي يحكي وياه يقول له ارفض، وهو مرتبك وما يعرف ايش يحكي، ويقول له احكي مو شليتني يا معود ارفض الخاطر الكعبه. اخر شيء يطق حوصلته ويفتح لهم الشاشه الخارجيه ويقول لهم لو تطلع نخله براسكم ما اشتغل وياكم، انتم ناس سرسريه. فيطردهم من مكتبه. ونشوف واحد دبدوب ملتقي ويا سماره بالنادي ويطلب منها تتكفل بقضيه اخوه. سماره تقول له انت لوتي لو خالك عبسي، اخوك معتدي على بنيه، انا ما الزم هيك قضايا تعبانه. يقول لها يا معوده عدلي بدلي رغميه من يمك فيك هاتش ترتيباتك. وتقول له عفني بحالي احسن لك، لا تخليني ارفع قضيه ضد اخوك وصعد اعدام. ولما تقوم يلزم ايدها، وهنا بانتو يتدخل ويطبق براسه كل الاجراءات القانونيه. سماره تفرح لانه دافع لها، تقول له مبروك انت قبلت بالوظيفه وصرت محامي. رانديب كان موجود وهو كلش فرحان بتصرفاته. وثاني يوم بانتو يطلب من ابوه يشتري له حذاء وملابس على مود الوظيفه، وابوه كان بخيل للنعال فينطيه حذاء الضيق ويقول له هذا الحذاء عزيز علي، ما صار لي هواي من اشتريته بس 10 سنوات، لبسه منا للسنه الجايه يصير على قدك. ويجيب له ملابس راجل قديمات ويقول له هذني ما يريدهن البسهن، وينطيه دراجه جده المنعول ابوها ويقول له عود علي كيفك وياها ولا تمشي بالطسات. بهاللحظه فالميكي يروح للممرضه اللي شمرها من فوق وهي طابه بغيبوبه من قبل 25 سنه، ويقول لها شوكتي تموتين وتريحيني ترى لعبتيها النفسي. فتلزمه من ايده ويجون الدكاتره عليها، وبانتو يقوم يلتقي بسماره وعلاقته تقوى بيها يوم بعد يوم. بهاللحظه نشوف سماره وابوها يروحون البيت راجندر، وجابه هنا على مود تتعرف على راج حتى يتزوجون، بس هي ما كانت راضيه بهالشي. ولما تلتقي بيه تحاول تخرب الموضوع وتكره نفسها وتقول له احنا عائله طالعه من الطريق، ابويا العرق ما يفارق ايده، وانا ادخن جيجار وعندي جد علاقات ويا ولد بس الله يدري بيها. ولما يدخل على اهله يقول لهم سماره حتى لا تبلع حبوبها ما تزوجها. فتروح البانتو وتحكي له السالفه، بانتو يقول لها شايفه كل خير بعد قلبي، وتقول له انا رفضت راجع على مودك يا لغم، فتعترف له بحبه له وهو هم يعترف لها. فيخلصون يومهم كله رقص وعربده. بهاللحظه الموظف هم يجي على راندي ويطلب منه يرفع الحظر ويرجع يشتغل وياه مره ثانيه، ويقول له الله لا يوفقك خسرت كومه فلوس من وراك، لازم نرجع نشتغل سوا. راندي بيقول له لا يجي جدك ما اشتغل وياك. هالاثناء يدش بالشمسيه ام السكينه ويطلع. بانتو وسماره كانوا موجودين بنفس الشركه، ولما يطبون الغرفه يلقوه متمدد بالقاع، وعسرع ياخذوه يودوه للمستشفى، وتشوفهم الممرضه اللي شمرت من فوق فتأشر البانتو وتصيحه. فتقول له هذا ابوك؟ ويقول لها ايش فايت لي؟ ابويا هذا الفقر ابن الفقر فالميكي. هي تبقى مصدومه وفاكه عيونها مثل البومه، وتقول له فالميكي مو ابوك يا حظي، ابوك الحقيقه هو رانديب. بانتو ما يصدقها ويقول لها انت مسخنه لازم اصيح الدكتور. فضربه راجل وتفر راسه، وتقول له فتح عقلك وياي الخاطر الكعبه، انا بدلتك بيدي، ابوك الحقيقه هو رانديب. فتحكي له القصه كلها وهو يبقى مصدوم، وتقول له سامحني عليك الله، من وراي انحرمت من الرفاهيه والفرفشه، روح لابوك واحكي له الحقيقه. بهاللحظه يتعض لسانها وتموت. فيروح ركض على رانديب ويشوف الاطباء يسووا له عمليه، ويشوف الاطباء يحكون ويا امه يقولوا لها اصابته مو خطره. سماره تعرفهم عليه وهو من الصدمه كل شيء ما قدر يحكي. فالميكي ياخذه ويقول له هذول المتروسين فلوس غير مشلوبين، ما يحبون بس نفسهم، لك صار لي سنين وياهم ما يخلوني ادخل وياهم غرفه العمليات. بهاللحظه تصير بوجه الممرضه ويعرفون بها ماتت. فالميكي يفرح ويسوي نفسه ضايج عليها. بانتا يقول له تعرفها؟ يقول له شعرفها اول مره اشوفها. فيضربه راجده ويروح. وبالليل يلتقي بيه ويقول له انت منو مسخم وجهك وقال لك تبديني بمكان هذا الطفل؟ انا ايش سويت لك حتى هيك تجازيني؟ يقول له الله عليك لا تقول للعائله رانديب ترى ينعلون والدي. ويقول له لازم يجي يوم وارجع لبيتي الحقيقي. وثاني يوم ابو رانديب يقول للفالميكي اريد اتشكر من ابنك لانه نقذ رانديب. الدكتور يقول له يا ابن النعال واني ما تشكرني، حلق انشقت 3 ساعات فاتح بطنه واسوي له بالعمليه. بهاللحظه يقعد رانديب من الغيبوبه، وراجي يجي ويجيب له باقه ورد. جده يرزله ويقول له بعد وقت، من البارحه ابوك بالمستشفى انت زي الله اجيت؟ فوقاها جابوا ياك ورد دزور غريب رح مدينك. وبانتو يخطف ابن الدكتور ويهدده حتى يهتم برانديب وما يعوفه. بهاللحظه يدخل لهم للقصر وهو نافخ عضلاته. الدكتور يقول له يا ابني ما سويت له شيء، ويقول له اشتريت له موطه هاي الغاليه ام الربع. جده يرحب بيه ويقول له اشكرك لانه نقذت رانديب، اوقف لك بيوم عرسك. ويطلب منه يشتغل وياه ويبقى يمه بالقصر لانه هو رجال كبير وخاف يحتاج له شغله. فالميكي يعصب وهو كان فرحان، ويوم عن يوم يبدي يتعرف عليهم حتى يرجع يعيش وياهم. ولما يلتقي بجده يقول له احنا لازم نروح لهذا العصاب سارانج حتى نتفاهم وياه. فعلا يروحوا له بالسفينه ويستغرب ويقول لهم انتم شلون قدرتوا توصلون لهنا؟ بانتو يقول له لقيت واحد دافع جدي. فيروح لهم ويخبزهم خبز ويقول لهم منو اللي دفعه، ويتوحش عليهم ويعجنهم عجن، ويقول له هيك وصلت لك، خل اجيكم من الاخير، اخوك سارانج فد واحد سرسر وعفطي، واذا الزمه الا اصلخ جلده. ولما يرجع يلتقي براندي فيشكر منه. بهالاثناء تفوت مرته ويفتهم انه صار لهم 7 سنوات ما يحجون سوا لانه مرته شافته يخونها. وثاني يوم سماره تجي ويا ابوها القصر راجندر على مود يفضون شغله الزواج
الزواج ويذبحوه على قبله. بونتو يجي عليهم ويرحب بيهم ويقول لابوها احنا واحد يحب الثاني. ابوها يعصب فيعوفوه ويروحون. بهاللحظه يجي المفتش حتى يطمن على امن القصر ويسأله ويقول له منو انت؟ يقول له الحكي بيننا انا ابن رانديب الحقيقي. وكان فالميكي يصنط عليهم وسمع كلامهم. وبالليل يطلعون بالسياره. بونتو يقول للراج انت وسماره كلش لايقين، شو وقت تتزوجون وتخلصونه؟ ترى بزعتونا. سماره تقول له لا تقوم تمسلت، وتقول للراج انا وبونتو واحد يعشق دين الثاني. هو يقول لهم تزوجوا انا ما عندي مشكله. بونتو يرزله يقول له انت خلصت عمرك عايش بالنعيم وحتى حكي ما تعرف تحكي لحد ما صرت كيكي. عمي اطلع شوف دنيا شبيك ما تقول لي. راج يضوج ويرجع للقصر ويبقى يصيح ويهوس ويقول لاهله كل شخصيه ما خليتوا لي، حتى سماره رفضتني وراح تتزوج بانتو، منه ورايح قراراتي انا راح اتخذها واللي يتدخل بي اسيح له من ياخته. فالميكي يعصب ويروح لبانتو يقول له انت شلون هيك تخرب علاقه ابني بسماره؟ بانتو يقول له مو زين ما قلت لهم هذا مو ابنكم؟ الله وكيلك كان شمره بالشارع شمره البزونه. ولما يقعد ويا امه تقول له اقرا ايدي. بانتو يقول لها قدامش طريق كلش طويل. جده يقول له يمكن سريع محمد القاسم هذا، ويقول لها ما يحتاج اقرا ايدك، الكلام اللي بعيونك واضح، انت صار 7 سنوات ما تحكين ويا رجلك لانه خانك، وغرفتك 24 ساعه مقفوله. بهاللحظه يجي رانديب ويهفه براجدي يقول له عاد 7 لما حكيت الحقيقه؟ لما تحب واحد راح تعرف تكذب شنو اهميته. بانتو يقول له صح الحقيقه صعبه تنحكي بس راح تقوي العلاقه وكلها تبقى فاكهه حلقها. فيترخص من جده ويروح. وبالليل رانديب يروح لمرته ويبقى يتلوق لها ويقول لها غير انت ام زعاطيطي؟ عمي انا الغلطان، انت قلبك كبير سامحيني. وتقول ليش قدك ايش كبرك بقد المطي وتدور سوالف مال مزعاطه. فالسامحه وتعفي عنه. وثاني يوم الصبح جده يدز له دعوه الحفله مسويها بالقصر. فعلا يحضر ويبقى يتمرقص كنه في عبدو. بهاللحظه يدخل سارانج للقصر ويخطف مرت رانديب وبالاتصال يهدده ويقول له ارفع الحظر من شركتي ولعب ايدك، اريدك تدز لي بيد ابنك 50 مليار واذا بلغت الشرطه بعد ما تشوف مرتك. رانديب يرفض راجي يروح يدري بما يدبرها ويقول لهم انتم بس اعتمدوا علي الا زين شواربهم واحد واحد. وقبل لا يوصل يكون بانتو وصل المكان بوحده وبيده وشاح اخته وهو شايف امه من بعيد ويدخل عليهم ويكسرهم تكسر. وقبل كل نفس جقاره ضارب له واحد ويضرب واحد بوكس ويطير للحمزه ويشتغلهم حمز خبز ويطحنهم طحن. بس بهاللحظه يلزموه ويطيحون حظه ويقول له منعوا للوالدين انت عموليت خال بنيه ايش دخلك؟ دائما تدافع لهالعائله. يقول له لانه عائلتي ويهفه بكله على خشمه. فيلزم اخوه يخنقه. سارانج هستوده يضربه فيوخر على السرع ويضرب اخوه ويقول له الله يطيح حظك لك هذا اخوك ليش قتلته؟ بهاللحظه ابوه يقول له بانتو ترى جبته للقصر لان عرفت به هو ابنك الحقيقي، انتظرته هو يحكي بس ما حكاها، طلع كل شيء ما يريد لا املاك ولا حتى فلوس، يدري بها وسخ دنيا. ولما يرجعون للبيت يقول للفالميكي عندك شيء تحب تقول لي اياه؟ ويقول له اي تريقت باكر وصعد عندي الجالي. فيقوم له ويضربه ويعته من ياخته ويقول له خرب شرفك ايش قصرنا وياك احنا حتى تسوي انا هيك؟ سمعت الممرضه تحكي وياه وانا كنت خاتل ورا الحائط. بانتو يقول له خطيه عوفه هذا الخوفه قاتلته، صار له 25 سنه من نايم مثل الاوادم. بهاللحظه يشوف ابوه بوجهه ويبقى يبكي مثل المرة فيبوسه ويحضنه ويعمل فرح والسرور على العائله كلها. شلون هاي مال الفرح والسرور؟ حلوه مو؟ سرور بتم سرور. المهم بهاللحظه تنزل امه وتقول له انت وقفاتك ويانا ما تسولف وتعرف بيه هو ابنها وتجي وتحضنه وتقول له منا ورايح شركاتنا كلها انت رئيس التنفيذي. وثاني يوم بالليل بانتو يجيب الفالميكي دراجه جديده ويقول له دراجتك ذيش ايش سوت بيه؟ خلصتها بس بنشر وعطلات. هاي دراجه جديده الك حلال زلال، انت صح بدلتني من كنت طفل وعيشتني بالفقر ونعلت والدي بس ما انسى انت كنت بيوم من الايام اب الي وربيتني وكبرتني وسويتني بقد البغل. فيصعد الدراجه وياخذ له فره. وبانتو رغم بساطته قدر يحقق حلمه. انتوا اللي تموتون على فلوس تشوفون شلون الفلوس مو كل شيء، انتوا بس تعطوني اياها وما عليكم، اصلا الفلوس وسخ دنيا، اهم شيء الاخلاق. لهنا والله ويخلص الفيلم.